ومن بعض الأصدقاء المحبين لهذه الرياضة، بحكم أنني كنت سابقا أمارس لعبة كرة المضرب في المكاتب السابقة لجمعية الطاس بآسافي. طلب مني أن أتحمل مسؤولية تدبير وتسيير هذا النادي، ونزولا عند رغبتهم وبإلحاح منهم، ورغم ما كان يعانيه هذا النادي من أوضاع يمكن نقول لكم كارثية، بحيث أنه كان عبارة عن الملاعب عبارة عن مراعي نادي فيها الربيع، طايح كل شيء، مشكل ديال الإنارة ما بقاش، والضوء الماء ما كاينش، مقطوع، لأن هنا واحد الفاتورة سجلت عليه مرتفعة جدا. إكراهات أخرى كثيرة، ورغم ذلك تحملت هذه المسؤولية بإنقاذ، سميناها مكتب للإنقاذ، إنقاذ هذا النادي من هذه الأوضاع اللي وصل لها. وفعلا ومع بعض أعضاء ديال المكتب اللي تحملوا معايا المسؤولية كذلك، وأنا كنشكرهم من هذا المنبر هذا، وفعلا ضحوا وبذلوا مجهودات إلى جانبي باش الحمد لله استطعنا أننا نتغلبوا على جميع الإكراهات اللي كانت كيعاني منها هذا النادي هذا، بحيث استطعنا أنه ذوك الملاعب رجعناهم ولو جزئيا، رجعناهم الوضعية ديالهم كملاعب مقبولة يمكن تمارس فيها كرة المضرب. كذلك استطعنا بمجهودات شخصية باش درنا واحد اتصالات مع الأراضيس توزيع الماء والكهرباء، ودرنا واحد الجدولة، واحد الفاتورة، واحد الدين كان كبير، نقول لكم المبلغ ديالو شي 56,000 درهم، واحد الجدول باش نأديو على شكل أقساط، وبالفعل توافقنا معاهم. جبرنا كذلك من المشاكل المهمة، النادي ما عندوش حساب بنكي، وعندما نطرقوا الأبواب في المؤسسات البنكية بهذه المدينة كنصيبوا العراقيل، كيقول لك خاصنا شروط وكيتخوفوا من الجمعيات الرياضية. ولكن بفضل تدخلاتنا وبفضل المساعدات ديالنا وبفضل الثقة اللي منحوا فينا استطعنا باش نديروا واحد الحساب بنكي بسميت هذا النادي هذا، وراه الآن خدام مزيان، وحنا خدامين عليه إن شاء الله، وراه غادي مزيان كيأدي الواجب ديالو. واصبحنا الآن عندنا حساب بنكي اللي معترف به من طرف الجامعة الملكية للعبة التنس. كذلك كاين عندنا من بين الإكراهات، وكذلك من بين الإكراهات اللي كانت عندنا عاوسة، هو أننا زدنا ملي كونا هذه الملاعب وعطيناها الحله ديالها اللي هي ماشي، انا ما راضيش بهذه الحله بهذا، مازال خاصها العمل. استطعنا بان نجذبوا واحد العدد كبير من المنخرطين، وفعلا فور ان شاء الله هذوك الرخص او الاجازات اللي كانت من الجامعه، كان واحد العدد يقول قليل، ما كاينش 23. الان حنا كنوصلوا كدا 90 اجازه كتسمى لا ليسونس امام الجامعه، كنخلصوها للجامعه باش هاد اللعابه اللي كيمارسوا اللعبه التنس هنا كيكون معترف بهم، يمكن لهم يشاركوا في دوريات، يمكن لهم يمارسوا لعبه كره المضرب في نوادي اخرى. الاقبال ديال كاين الحمد لله واحد العدد مزيان من اللي كيلعبوا كره المضرب، واسفي كاين شي لعابه صراحه مزيانين وعشاقين هذه الرياضه، وراه عندنا شي لعابه راهم شاركوا في دوريات وطنيه، كاينين في الدار البيضاء، وكان في اكادير، وكان شي دوري كذلك في مراكش، وراه حصلوا على مراتب مشرفه لا في الدار البيضاء ولا في اكادير وحتى في مراكش، وعندي الاسماء ديالهم وراه مسجلين عندنا كلعابه، وشرفوا التنس بهذا النادي هذا تنس الطاس ديال اسفي، وفعلا عندي الاسماء ديالهم وكيمارسوا هذه اللعبه وكيحبوها وكيعشقوها. ومن جهه اخرى كذلك ان النادي الان في وضعيه يعني نقول لك بها. نحن الان مقبلنا واحد الجمع عام
لأنه هو من الحمد لله من اللي توليت المسؤولية مع بداية شهر أكتوبر، مطلع شهر أكتوبر 2023 إلى الآن. احنا واقفين على واحد الجمع عام باش عادي باش ننظموه. اليوم راح درنا التاريخ ديالهم، ولكن مع الاسف المنخرطين ما حضروش كاملين. احنا غادي ناخذوا واحد القرار بتاجيله الى تاريخ مقبل ونحدوا ليه التاريخ. ملي توليت هذه المسؤوليه خلال هذه الفتره هذه، الحمد لله كان اقبال متزايد، كان عدد المنخرطين في تزايد. ورغم هذا الشيء كله، هاد المنخرطين زادوا، احنا شجعناهم باش هاد الكرات المضرب كيف كيعتبروها هما. احنا فكرنا فيها، كيعتبروها هي رياضه ديال الطبقه البرجوازيه، ونحن نقول لهم ماشي طبقه، ماشي خاصه بالطبقه البرجوازيه، هي راها نصف الشعبيه وفيها طبقه متوسطه، ماشي برجوازيه. راه يمكن والسبب في هذا هو ان واجب الانخراط اللي كان قبل، اللي احنا محدينه في 1600 درهم، ورغم الوضعيه ورغم الضائقه الماليه اللي كانت عندنا ما حركناهاش وما زلناش فيها وخليناها وخدمنا عليها، وبواسطتها الحمد لله وبمجهودنا استطعنا نستجوبوا منخرطين جدد، واستطعنا نتغلبوا على هذه الاكراهات اللي كانت عندنا، وخاصه الاكراه ديال المديونيه ديال الماء والكهرباء. الازمه الماليه اللي كيعيشها النادي، واش ما تخطوش الابواب للناس المسؤولين ديال المدينه، مثلا العماله، مثلا المستقلمين، مثلا المجلس البلدي، مثل الجامعه، ما طلقتوش الابواب باش هذا النادي هذا يتفر واحد منحه كل سنه من جهه؟ نعم، هذا السؤال جد وجيه وانا نشكرك عليه فعلا. احنا هذا الجانب ديال الضائقه الماليه وكنعانيو منها، احنا ما طيحناش يدينا، احنا طرقنا الابواب. درنا واحد الرساله للمجلس البلدي، راه مازال عندهم باش يعطونا الدعم. درنا واحد الرساله للسيد العامل باش نديروا مع واحد اللقاء، ربما لظروفه او لاسباب ما نعرفوهاش حنا. طالب لا زال رهنا اشاراته لنا في مكتبه، في كتابه، في ديوانه. مازال ما استطعنا ما. كاين كذلك السيد رئيس المجلس الاقليمي، كذلك رحنا كنوجهوا ليه. وكاين كذلك بعض الفاعلين الاقتصاديين مع الاسف ما تهتموش بهذه الرياضه، ولا ما تيبادروش. مشينا لشي فاعلين اقتصاديين، ولكن ما استجابوا، ما تواصلوش معنا، ما تواجبوش معنا في الموضوع. ما عرفناش اسباب ديالهم. وناحيين رياضه كرياضه خصهم يدعموها، وخصهم المدينه في امس الحاجه لها. وكذلك باش ما ننساش، كذلك انا درت واحد المراسله كذلك المكتب الشريف للفوسفات، وراه عندهم المراسله، وهما راهم تقريبا تفاعلوا معنا وكينتظروا شي وثائق باش نزيدوا نقدموها لهم. حنا في انتظارها، في اتصال مع الجامعه، لانه الجامعه تكون عندها واحد الدور في هذا الموضوع ديال الدعم ديال المكتب الشريف للفوسفات، وحتى في هذه القطاعات الاخرى، المجلس البلدي او المجلس الاقليمي كذلك. احنا في انتظار باش نهيئوا شي وثائق اضافيه لهم، باش ربما نتمنوا من الله يقدروا يبادروا ويقدموا لنا ذاك الدعم اللي مطلوب. كلمه اخيره اللي كنشوفوا ان كذلك كشباب اللي عندهم غير على هذا النادي هذا، شنو رساله اخيره تقدر توجهها للشباب في دقيقه؟ الرساله اللي يمكن نوجه لهم انني كندعوهم باش يجوا لهذه الرياضه ويمارسوها، وراه عندها مستقبل واعد، ورياضه نبيله ورياضه شريفه، وفيها تنافس شريف، تنافس شريف. والحمد لله خاصنا غير نهيئوا لهم البنيه التحتيه ديال النادي، ونفرشوا لهم، ويكون البنيه التحتيه مزيانه، وراه غيكون مزيان. والنادي كذلك مازال خاصو شويه الاصلاحات نقوموا بها ان شاء الله، اذا كان شي دعم مزيان نقوموا بها. والشباب راه متحمس وراه عندهم الرغبه، وانا راه كنلمسها فيهم، وكيجي وكاين اقبال على هذه الرياضه هذه ان شاء الله. ونتمنى لهم التوفيق. وفي الختام كنجدد لكم الشكر على هذه الالتفاته وهذه البادره الطيبه، واللي انتم كاعلاميين غادي تساعدونا وغادي تبلغوا الرساله ديالنا لهذه الادارات ولا حتى هاد الفاعلين الاقتصاديين، باش تكون عندهم واحد الاراده باش يساهموا بالدعم ديالهم لهذا النادي. ما راه ديالهم وراه منهم واليهم. حنا راه مسيرين، حنا راه تندبروا هذا الامر هذا، حنا راه واحد الوقت غادي نمشيو بحالنا حنا.